السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي حبيباتي إخواني أخواتي. جيت اليوم وياكم بفطور جديد ومشاركة جديدة، وحبيت أشارككم هاي المشاركة البسيطة. وقبل كل شيء أحب أرحب بمتابعيني الجدد وأقول لكم شرفتوا ونورتوا قناتي بحضوركم. وأول شي خليت العدس ديستك مثل ما شفتوا، وسهيت التمر بالدهن كالعادة، وانتو كلكم تعرفون طريقة شوربة العدس وطريقتي بالتمر. وعندي هاي القدرية صغيرة مال الدولمة بالمجمدة، فاليوم قررت أسويها. وبما إنه اليوم عندي خفايف بالفطور، همينة جيت شغلت الغسالة، قلت خلي أغسل الملابس لأن أني غسول الملابس عندي يومي، ما أخلي الملابس يعني تتكاثر أو شي. همينة غسلت الملابس، وبعد ما كملت غسل الملابس سفرة رمضان ما تحلى إذا ما كان أكو نوع من أنواع الحلويات. واليوم راح أسوي لكم نوع الحلويات هو حلاوة الكاستر بالنسكافيه أو القهوة. وهاي المواد كلها حضرتها 4 أكواب من المي، وراح أضيف عليهم كوب كامل من الحليب الطاز، وأحركه حد ما أتخلص من كل التكتلات اللي بيه. طبعا حلا كلش بسيط ومواده موجودة بكل بيت، وبنفس الوقت طيب ولذاذة مو طبيعية بيه، يعني كلش طيب، بنات جربوه. وهنا ضفيت 5 ملاعق أو خواشيق كبار من نشا الذرة، كلش ضروري. هاي يعني هاي القياسات أني يعني دائما أعتمدها، وأيضا أحركه لحد ما أتخلص من كل التكتلات اللي بيه. وراح أضيف الشكر حسب الرغبة. الشكر طبعا أنا ضفت كوب كامل، وانتو حسب رغبتكم حبايبي. وقاشوقة ونص من الكبار من القهوة سريعة الذوبان. صار عندي هذا اللون هيجي، وخليته على الطباخ، وراح انتظر ينطيني القوام الكريمي. وهيج صار عندي القوام الكريمي اللي أنا منتظرته. وراح أضيف عليه علبة القشطة الكاملة أضيفها، وأظل يعني أخلي بالقشطة وأحرك لحد ما أتخلص منها كلها، وأذوبها على حرارة الحلاوة. وخليتها بمواعين التقديم، وصار شكلها يجنن وطعمها بعد أروع. وزينتها بالجوز أو العفو البندق، تزيين بسيط هيجي، بس شكلها وريحتها تجنن. حبايبي لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة، لأن أني بيكم أقوى وأتقدم إن شاء الله. وتحفزوني انتو من تخلون اللايكات الجميلة مثلكم. وهيك سويت التمر نوعين اليوم، بالراشي وبالسمسم، عائلتي هيك رادوا اليوم. وخليت قدر الدولمة على النار وبلش يستوي. كلكم تعرفون طريقة الدولمة فيديوهاتي السابقة، فما شاركتكم إياه. وهيج بلش الآذان يبدي وقت الفطور، وطلعت الدنيا مغرب، وحبيت أصور لكم الشجرة اللي أحبها. وهيج كملت الدولمة وخليتها بصحن التقديم حبايبي. كملنا هيجي الدولمة، وسهمكم 1000 مليون عافية. وهيج بلشنا بالفطور، وكملت سفرتنا لهذا اليوم، وألف الحمد لله والشكر، خير من الله. بعد ما كملت فطوري راح أغسل مواعين الفطور. يعني أطبخ وأغسل مواعين، فما أخليها تتكاثر علي، هاي شي كلش قليل. غسلتهم وكملت السنك، وصار بهذا الشكل. إذا ما أشوف السنك هيجي فارغ ونظيف، أني نفسيتي أبدا ما ترتاح. انتو هم هيجي مثلي بنات؟ لو بس أني وهواس، يعني وهواس السنك انتي أبدا يعني يقوى ما يقل. وهنا كملت الجاي بعد الفطور، وقلت خليني أشرب جاي. لهنا أنهي فيديو اليوم وياكم حبايبي. انتظروني فيديوهات ومشاركات جديدة بإذن الله. لا تنسوني باللايك والاشتراك. في أمان الله.